خليني أسألك سؤال صريح. لو قدامك اختيارين، هوندا سي بي ار 600 ار ار وهوندا سي بي ار 1000 ار ار، نفس الاسم نفس المدرسة نفس السمعة، بس واحد منهم هيعلمك تسوق والتاني هيختبر شجاعتك وثباتك الانفعالي. الفيديو ده مش مجرد مقارنة أرقام عادية، ده فيديو هيفرق معاك جدا لو بتفكر تشتري أو حتى لو بتحب الريس بس مش فاهم ليه الناس دايما بتختلف عليهم كده. الفيديو هيكون متقسم ل7 فصول، هنقارن كل حاجة ما بين الاتنين، فاتأكد انك تشوف الفيديو للآخر. وما تنساش تشترك دلوقتي في القناة واعمل لايك للفيديو. قبل ما نتكلم عن أرقام وقبل ما نفتح جدول الأحصنة والعزم، لازم نفهم حاجة أهم الأول. هوندا ما عملتش 600 و1000 علشان يغطوا فئة واحدة، دول اتعملوا بدماغ مختلفة تماما. سي بي ار 600 ار ار اتعمل عشان يكون مدرسة سواقة ريس، يخليك تفهم، يعلمك تمسك خط، تظبط دخولك في الكورنر وتتعامل مع السرعة كفن مش استعراض. هوندا كانت عاوزة بايك لو غلطت عليه يعلمك مش يعاقبك بسبب القوة الزيادة اللي فيه. علشان كده 600 ار ار دايما محبوب، مش لانه اضعف لكن لانه اذكى وبيستهدف اغلب البايكرز والناس اللي بيحبوا الموتوسيكلات عموما. والحب ده تقدر تشوفه في الاجيال كلها اللي بتحبه من اول مواليد التسعينات وقبل كده كمان، وحتى الشباب بتوع دلوقتي كلهم بيحبوا ال 600. اما السي بي ار 1000 ار ار فده مشروع تاني خالص، قصة تانية وحكاية مختلفة واستهداف كمان مختلف. ده موتوسيكل متصمم على مبدأ واحد، إنك تكون جاهز قبل ما تركبه، تكون متعلم وفاهم، مش واحد لسه بيجرب في أول مرة. ألف ار ار مش معمول علشان يدرسك، ده معمول عشان يمتحنك، ده الفاينل اللي بتخاف منه. هوندا هنا مش بتقولك تعالى اتعلم، قالت لك وريني انت اتعلمت ايه هنا. كل تفصيلة فيه من الشاسيه للعزم لطريقة تسليم القوة الناعمة جدا، معمول عشان تطلع أقصى أداء بأقل مساحة للغلط. علشان كده الفرق الحقيقي بين الاتنين مش فرق سي وخلاص، ولا فرق حصنة حتى. الفرق إن 600 ار ار يعلمك و1000 ار ار يختبرك. وده بالظبط اللي بيخلي ناس كتير تختار 600 وهي قادرة ماديا تشتري 1000. ده مش ضعف ولكن وعي. خلينا نكون صريحين، الأرقام لوحدها عمرها ما كانت القصة كاملة، لأن الفرق ما بين سي بي ار 1000 ار ار و 600 ار ار مش مين أقوى، لكن إزاي القوة دي بتوصل لك. وهنا مربط الفرس حرفيا. 600 ار ار شغال بمنطق، لو عايز الأداء اتعب علشانه، موتور 4 سلندر حوالي 120 حصان، بس القوة الحقيقية مش موجودة تحت بل موجودة فوق عند الار بي ام العالي. طيب يعني ايه؟ يعني لازم تعصر الفتيس صح، تنقل في الوقت المثالي، تخلّي الموتور دايمًا صاحي وفايق. وده مش عيب، ده تدريب عملي بيعلّمك إزاي تبقى سواق أدق وأسرع بمرور الوقت. وطبعًا بلاش تفهم من كلامي إنه ضعيف أو حاجة، لأ البايك ده صاروخ، لكن كلامي هنا بالمقارنة ال1000 RR. فال600 مش هيغريك بالقوة، هو بيخلّيك تستاهل بعد شوية تعب. أمّا 1000 RR فهو مدرسة تانية تمامًا، موتور 1000 سيسي أكتر من 200 حصان وعزم حاضر من أول لفة تقريبًا. يعني مهما كان الغيار ومهما كانت سرعتك، القوة واقفة مستنياك. إشارة صغيرة من إيدك، مش محتاج تعصره، مش محتاج تجهد نفسك، هو جاهز دايمًا. يمكن جاهز أكتر منك كمان. وده بيخلق فرق نفسي خطير، إن الغلطة هنا بتبقى أسرع من ردة فعلك وبتتعاقب عليها. 600 ار ار بيخليك تبني السرعة خطوة خطوة وتحس إنك مسيطر، لأن القوة جاية تدريجي. 1000 ار ار بقى بيديك السرعة فجأة، لو كنت متوتر أو مش مركز الغلطة هنا بتتضخم بسرعة مرعبة. علشان كده ناس كتير على التراك بتلف أسرع وهي معاها 600 من الناس اللي معاهم 1000 ار ار، مش لأن ال600 أسرع، لكن لأن السواق بيكون مسيطر أكتر عليه. الخلاصة في الموتور 600 ار ار يعلمك ازاي تستخدم القوة صح، لكن 1000 ار ار بيختبر هل تقدر تتحكم في القوة لما تبقى زيادة عن اللزوم ولا لأ. واختيارك بينهم مش اختيار موتور، ده اختيار مرحلة في حياتك كسواق. كل واحد ليه تجربة مختلفة وكل واحد ليه حياة مختلفة. بعد الموتور بيجي السؤال الأهم، أنت حاسس بإيه وأنت سايق؟ لأن في الموتوسيكلات الريس الإحساس بيكون أهم من القوة. فمثلا 600 ار ار خفيف متوازن وشاسيه متصمم يخليك تحس إن البايك امتداد لجسمك، يعني أنت والبايك جسم واحد. أول ما تدخل كورنر تحس إنه بيقترح خط مش بيفرضه. لو دخلت بسرعة زيادة تقدر تصحح، لو فرملت متأخر لسه عندك مساحة تعدل. علشان كده ال 600 ار ار مشهور إنه بايك يناسب الكل مش بس للمحترفين. تحسه دايما تحت السيطرة وقابل للتصحيح، مش متحفز ضدك. لكن 1000 ار ار بقى هو أعرض، أطول وأثبت، ولو حطيت الاتنين جنب بعض الحجم بيكون واضح جدا. الشاسيه هنا مش معمول عشان يناقشك، ده معمول عشان ينفذ وبس. من الآخر تحسه كأنه طيارة حربية،
لما تدخل كورنر صح تحس ان البايك ماسك في الارض كانه مربوط فيها، بس المشكله ان المساحه للغلط اقل بكتير جدا. اي قرار متاخر، اي فرمله مش محسوبه بتتحس فورا وهتحاسب عليها وقتها. وده مش لان البايك وحش، بل لانه متصمم على مستوى اعلى من انه يسامح. في بقى سؤال مهم، ليه الناس اسرع على ال 600؟ دي نقطه ناس كتير مش فاهماها ومقتنعه ان ال 600 اسرع من ال 1000 ار ار. 600 ار ار بيخليك تدخل كورنرات اسرع، تحافظ على السرعه اعلى، وتطلع من الكورنر انعم. انما ال1000 لو معرفتش تستغل قوته هتضيع وقت ومش هتكسبه. علشان كده مش غريب تشوف واحد سايق 600 ار ار بيعدي واحد سايق 1000 ار ار في ملفات، وكله بسبب التحكم الاعلى في ال 600. ولكن لو هنتكلم على خط مستقيم فطبعا ال 1000 ار ار هيكسب السباق ده مرتاح جدا. الخلاصه في الاحساس، 600 ار ار بايك محترم معاك، كل لفه تحس انك احسن. لكن 1000 ار ار بايك بيطلب منك تكون جاهز، لان هو جاهز على طول من اول لفه. والفرق الحقيقي مش في الشاسيه، الفرق في انت مستعد قد ايه. الله الله على الحكم. خلينا نروح للحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. التكنولوجيا مش معمولة عشان تعوض سواق ضعيف، هي معمولة علشان تحمي سواق واعي. الاتنين عندهم حاجات مشتركة، سواء 1000 ار ار او سواء سي بي ار 600 ار ار. هوندا حطت في الاتنين تراكشن كنترول ورايدنج مودز واي بي اس وخرائط تسليم قوة مختلفة، او اللي هي الاي سي يو مابس. على الورق مفيش فرق كبير، بس في الواقع الفرق ضخم. في ال600 ار ار الأنظمة شغالة بهدوء، تدخل وتطلع من غير ما تحس إنها بتكتم البايك. لو الكاوتش اتزحلق أو دخلت دخلة غلط، التراكشن بيتدخل وبيظبط الموقف من غير دراما، وده يخليك تثق في البايك وتغلط وتتعلم وتحس إن في حد واقف وراك بيعلمك. التكنولوجيا هنا بتكمل لتجربتك، مش مسيطرة عليها ومحكماها. لكن سي بي ار 1000 ار ار فالتكنولوجيا هي خط الدفاع الأخير عندك. الموضوع مختلف، القوة هنا أكبر من إنك تسيطر عليها في كل ثانية أو في لحظات بسيطة تعدل الموقف. فالأنظمة بتبقى شغالة على طول الوقت تقريبا، التراكشن كنترول والرايدنج مودز والويلي كنترول كمان. مش علشان الرفاهية، لكن علشان الضرورة. الفرق إنك أحيانا تحس إن البايك بيتخانق مع نفسه عشان يفضل ثابت، وده بيأكد حقيقة مهمة، لو شلت الأنظمة هنا أنت بتغامر أكتر بكتير جدا. على عكس ال600 ار ار، لو قفلت الأنظمة وعندك أساس كويس وبتعرف تتصرف هتسيطر عليه عادي جدا. لكن 1000 ار ار لو قفلت الأنظمة وأنت مش جاهز وقتها، الغلطة مش هتبقى ممكن، دي هتبقى إمتى، لأنها أكيد هتيجي. خلاصة التكنولوجيا في الاتنين، 600 ار ار التكنولوجيا فيه بتدعمك، لكن في ال1000 ار ار التكنولوجيا فيه بتحميك وبتمنع الخطر على قد ما تقدر. والفرق ده لازم تفهمه قبل ما تقول أنا عاوز الأقوى. خلّينا ننسى التراك وننسى الجري شوية وننزل في الشوارع الزحمة والمطبات والحر. والسواقة اليومية هنا بقى، الفرق بين CBR 1000 RR وCBR 600 RR بيبان وبوضوح جدًا. 600 RR ريس تقدر تعيش معاه، رغم إنه ريس بس حرارته أهدى ووزنه أخف واستجابته أنعم. في الزحمة تقدر تتحرك، تعدي وتسيطر، مش بتقضي المشوار وأنت بتسأل نفسك أنا ليه عملت في نفسي كده؟ وحتى في السفر لو سرعتك ثابتة البايك هادي، مش متوتر ومش عطشان للبنزين. إنما الCBR 1000 RR فهو وحش محبوس في الشوارع، أحيانًا تحسه مظلوم، قوته أكبر من المساحة اللي أنت ماشي فيها، الحرارة أعلى، العزم دايمًا حاضر، وأي لمسة بنزين تحس إنها زيادة عن اللزوم. الزحمة أنت مش مستمتع، أنت بتحاول تتحكم، وده يخلّيك تستخدم 30% من الموتوسيكل، ولكن 100% من دماغك. الفرق النفسي إن 600 RR يحسسك إنك سايق ومتعايش مع البايك، لكن 1000 RR يحسسك إنك على بايك مستني فرصة يطلّع كل قوته. والفرق ده بيفرق في المزاج والتركيز والأمان والمدة اللي البايك هيستمر معاك فيها. الخلاصة في الشارع لو استخدامك يومي، مشاوير سفر خفيفة، 600 RR هيكون مناسب جدًا ومنطقي أكتر. 1000 RR بيحب المساحات والهدوء والطريق الفاضي، غير كده مش هيورّيك قيمته الحقيقية أو حتى هيتعبك. لمّا نحط الأرقام على الواقع هنا بيتضح الفرق في الميزانية، مش بس القوة والإحساس. سعر الموتوسيكلين دول جداد من الوكيل هوندا CBR 600 RR، السعر الرسمي في أمريكا تقريبًا من 12,000 لحد $14,000، وال1000 RR سعره بيبدأ تقريبًا من $17,000، وفي نسخ بتوصل ل20,000، وفي نسخ أغلى واللي هي نسخة الCBR 1000 RR Triple R، ودي كنا عاملين عنها فيديو تقدر تروح تشوفه. ده سعر الموتوسيكل الجديد من الوكيل فقط، من غير ضرايب ولا نقل ملكية ولا أي تعديلات. يعني كفرق أساسي تقريبًا بنتكلم في $5000 أو أكتر في السعر قبل ما نحسب باقي التكاليف. وفي مصر سعر ال600 دايمًا هتلاقيه أغلى من ال1000، لأنه عليه طلب أعلى والناس بتحبه أكتر ومستعدة تدفع فيه زيادة، واللي سعره بيبدأ من 250,000 وأنت طالع من أول موديلات 2006.
طيب التكلفة بعد الشراء حاجة مهمة جدًا، السعر مش الموضوع كله، الصيانة والاستهلاك بيكمّلوا الصورة، فمثلًا قطع غيار ال600 أرخص غالبًا، فال1000 أغلى لإن كل حاجة فيه أكبر وأقوى، وده بيبان أكتر في الكاوتشات أو في الفرامل وفي الفلاتر وفي قطع الغيار عامةً. كمان نقطة مهمة، البنزين في ال1000 RR بيستهلك أكتر بكتير وده منطقي لإن الموتور أكبر، وده معناه إنك هتصرف فلوس زيادة على البنزين كل شهر. طيب هل بقى السعر بيعكس القيمة؟ هنا فكرة مهمة جدًا ولازم نقولها صريحة، الفرق في السعر مش بس في قوة الموتور، ده فرق في إحساس، فرق في أداء، وفرق في طريقة السواقة. 600 RR عايزك تتعلم وتستغل كل جزء من القوة تدريجيًا. 1000 RR بيديك القوة بس بيطلب منك إنك تكون جاهز تستقبلها، يعني الأسعار مش مجرد رقم في الآخر، ده انعكاس لفلسفة كل بايك. الخلاصة في الفلوس لو عايز تتبسط من غير ما تدفع كتير أوي، خليك في ال600 RR. لو عاوز وحش جاهز يبقى هتروح لل1000 RR، وفي الحالتين الأحسن إنك تبُص على تكلفة الصيانة السنوية وتكلفة قطع الغيار واستهلاك البنزين، عشان السعر الحقيقي مش اللي على الورق، اللي أنت بتدفعه هو كل يوم وأنت راكب. طيب الخلاصة ومن الآخر وعلى بلاطة كده، لو أنت لسه داخل عالم الريس عاوز تتعلم صح، بتحب الملفات وعاوز تستمتع مش تجيب بايك تتخانق معاه، فالCBR 600 RR اختيار ذكي. ولو عندك خبرة حقيقية وفاهم نفسك وخلاص جربت كتير وعاوز قوة جاهزة وبتسوق بعقل، فالسي بي ار 1000 RR وحش، بس وحش محتاج لقائد. في الآخر الفرق بين سي بي ار 1000 RR و600 RR مش فرق سي سي ولا فرق أحصنة ولا حتى فرق سعر وخلاص، الفرق الحقيقي إن كل واحد فيهم بيكلم مرحلة مختلفة منك. 600 RR بايك تجيبه في بداية رحلة الريس، تتعلم تجرب ويخليك تطلع أحسن نسخة من نفسك لفة ورا لفة. 1000 RR بايك يختبرك تعرف أنت وصلت لفين في التطور، يطلب منك تركيز زي كأنك كنت بتلعب في نادي في الدرجة التانية وبقيت في الممتاز. مش علشان 1000 يبقى لازم إنه يكون أحسن، ومش علشان 600 يبقى لازم إنه يكون أوحش أو أقل، الأحسن هو اللي يناسبك دلوقتي، يمكن بعد سنتين اختيارك يتغير وده طبيعي لأن السواق نفسه بيتغير. المهم ما تختارش بايك علشان الناس ولا علشان الرقم ولا علشان الاسم ولا علشان الشكل حتى، اختار علشان تعرف تسوقه وتستمتع وتكمّل بيه، وده عامةً مش شرط ما بين الاتنين دول، بس اعتمد القاعدة دي في كل الموتوسيكلات اللي أنت بتفكّر تشتريها، لإن في عالم الموتوسيكلات والريس والسرعة، الفكرة مش إنك توصل الأول، الفكرة إنك توصل سليم. قُل لي في الكومنتات لو هتختار واحد هتختار بعقلك والّا بقلبك، هتختار CBR 1000 RR والّا CBR 600 RR؟ ولو حابب نعمل فيديوهات تاني من نفس النوع ده، قُل لي حابب نعمل مقارنة ما بين مين ومين، والحلقة الجاية عليك، وشكرًا على المشاهدة.